تقريبا دي اغلى بيتزا في بورسعيد، ثمنها 400 جنيه، فهل تستاهل السعر ده ولا لا؟ احنا في تابز تاني، وانا مش عايز اللويال كاستمر بتوع تابز يزعلوا. مش عارف ليه مكبرين الموضوع لما اتكلمت عن اسعار المكان في الفيديو اللي فات. في واحد كتب تعليق قاسي شويه، كان بيقول يجب مقاطعه هذا المكان وحاجات كده. طبعا مش للدرجه دي طبعا، بس اللي لفت نظري التعليقات اللي ردوا عليه. يعني واحده بتقول له لو معكش فلوس جاي ليه، واحدة تانية بتقول له خلاص روح كلك سندوتش لانشون. يعني مش عارف هو اللانشون ارخص حاجة حضرتك تعرفيها؟ في حاجة اسمها فول وطعمية. المهم انا شلت التعليق ده طبعا بتاعه بالتعليقات اللي ردت عليه. المكان قعدته حلوة، من الاماكن الخفيفة، عشان في اماكن بتبقى شيك ومصروف عليها ديكورات وبتاع بس ما تبقاش مرتاح فيها نفسيا. اما المكان هنا ظريف وموقعه حلو قوي. والسور ده مكانه مضايقني بصراحة، مش مناسب خالص. يعني هو في مستوى نظر اللي قاعد على الترابيزة. فعشان تشوف الفيو كامل يا مضطر تنزل دماغك تحت شويه او تطلع فوق شويه. المهم طلبت 2 بيتزا، واحده مارجريتا ودي مش موجوده في المنيو بس هي موجوده عندهم متاحه، وتاني واحده بالسموك سالمون. البيتزا حجم واحد، مفيش احجام مختلفه، والمكان الوحيد في بورسعيد اللي بيعمل اقرب حاجه للستايل النابوليتان. المارجريتا اخده ريحان مرتين قبل ما تدخل الفرن، حاطين كام ورقه، وفي ريحان فريش محطوط بعد ما طلعت غير البيستو بيست، ففي كميه ريحان كبيره قوي في البيتزا. بالاضافه للبافلو موتزاريلا وزيت زيتون. العجينه هشه وطريه بتبان من الاطراف هنا قوي، بس الصلصه كانت حادقه زياده، يمكن عشان كانت كميتها كبيره او هي اصلا حادقه. بس كل المكونات كالعاده روعه، كواليتي ممتازه جدا. نروح لتاني بيتزا وهي دي الاغلى، وده طبعا بسبب السلمون المدخن، هو اصلا غالي، وغير كده حاطين كميه كويسه جدا ونوع كويس. البيتزا دي بتاخد لبنه مش صلصه طماطم، وبتاخد كمان موتزاريلا وكيبرز، ودي نبته بتبقى موجوده في دول البحر المتوسط واوروبا، اعتقد موجوده في لبنان كمان، بتتعمل مخلل. اقرب حاجه لطعمها شويه، يعني شويه ممكن لو هنشبهها بحاجه يبقى ممكن الزيتون الاخضر. على الوش فيه رشه جبنه برمجان وشرايح ليمون. البيتزا طعمها خطير ومتوازن جدا، وطعم السلمون فيها ممتاز قوي. بشكل عام مستوى البيتزا عندهم عالي جدا، والبيتزا الواحده ممكن تكفي فردين او 3 انفار اكيله ياكلوا بيتزتين من دول، لان البيتزا غنيه قوي. بس دي كانت تجربه تابز. سلام.